تغتسل الأرض بأريج الفرح، تبتسم عيون الطفولة إذ تأتي. تغتسل الأرض بأريج الفرح، تبتسم عيون الطفولة ويموت الحزن البالي ويعم الحب كياني، ويموت الحزن البالي ويعم الحب كياني. تغتسل الأرض بأريج الفرح، تبتسم عيون الطفولة. يكاد قلبي ينصغي، يضيع في المدى، يشكوك للندى، يحكيك للسهر. يكاد قلبي ينصغي، يضيع في المدى، يشكوك للندى، يحكيك للسهر. إذ تأتي تغتسل الأرض بأريج الفرح، تبتسم عيون الطفولة. إذ تأتي تغتسل الأرض بأريج الفرح، تبتسم عيون الطفولة. صباح الخير يا جدة. صباح الخير يا فتاة. تعالي اجلسي هنا بجانبي. أحب الجلوس، لكنني أخاف أن تضيع الأغنام مني إذا جلست. لا تخافي، اجلسي وارتاحي هنا بجانبي. تبدين لي فتاة لطيفة. هيا اجلسي اجلسي. إنها فرصة إذن لأتناول طعامي وأنا أراقب الأغنام من هنا، وهكذا لا أضيع وقتي سدى. تفضلي يا جدة، كل شيئا من هذا الطعام. هي لك من فتاة طيبة، أنا فعلا جائعة. شكرا لك يا ابنتي. ولكن ما اسمك يا فتاة؟ أنا أدعى وريقة الحناء، واليوم هو دوري في رعي الأغنام. خذي يا جدة. لا يا وريقة الحناء، يكفي الذي أعطيتني إياه. أخاف أن لا يكفي طعامك وأن أتسبب في حرمانك منها فتحسي بالجوع بسببه. كلي يا جدة لا تخافي، الطعام يكفيني ويكفيك. زادك الله عقلا فوق عقلك يا ابنتي. شكرا لك يا جدة. المفروض أن أشكرك أنا لأنك أعطيتني من طعامك، فلماذا تشكرينني أنت؟ أشكرك يا جدة لأنك تدعين لي بأن يزيدني الله عقلا فوق عقلي. إنها دعوة جميلة ولطيفة يا جدة. فعلا أنت فتاة لطيفة وعاقلة. صدقت يا ابنتي، فإن العقل هو زينة الإنسان، والإنسان الذي بدون عقل لا يختلف كثيرا عن الحيوان.
إلى أين تنوين الذهاب يا وريقة الحناء؟ سأخذ الأغنام إلى مكان آخر. لا تتركيني، ابقي معي، لا تخافي على الأغنام، لا تجد حاجتها هنا بالقرب منا، ولن تحتاج إلى عشب أكثر من هذا. اليوم هو دوري في رعي الأغنام، وأنا لا أريد للأغنام أن تعود آخر النهار وهي جائعة. لا عليك، اترك الأمر لي، أنا سأقوم بكل شيء. ماذا ستفعلين يا جدة؟ هل ستقودينها أنت إلى مكان آخر؟ لا، ما عليك إلا أن تقولي لها ارعي وقربي، ارعي وقربي، وستجدين أن الأغنام ستقوم بالرعي وحدها ولن تبتعد كثيرا، وعندما تريدين العودة ستجدينها حولك قريبة منك. سأجرب، سأذهب وأقول لها ارعي وقربي. ارعي وقربي، سأجرب وأرى النتيجة، ولكن يا خوفي أن تضيع الأغنام مني إذا جلست. افعلي كما قلت لك ولا تخافي. هيا اذهبي وقولي لها ارعي وقربي، ارعي وقربي، ثم عودي إلى جانبي هنا لنتحدث ولترتاحي. سأفعل، وإن كنت أخاف أن تضيع واحدة من الأغنام فتشمت بي كرام. يا كرام، يا كرام، أين أنت يا كرام؟ تعالي وخذي هذه الأشياء بسرعة. يا كرام، يا كرام! إيه؟ لماذا تصرخ هكذا؟ أمن أجل هذه الأشياء؟ أعطيني إياها وأنا أحملها عنك، ولا داعي لكل هذا الصراخ. ثم تعال هنا، ألم تخبرني اليوم أنك مشغول طوال النهار وأنك لن تعود إلى البيت إلا في المساء؟ لقد أنهيت عملي بسرعة واشتريت لك الأشياء التي تريدينها. هل كنت تريدينني أن أبقى حتى المساء لمجرد أنني قلت لك بأنني سأتأخر؟ لا، ولكن صراخك هكذا أفزعني، واعتقدت أن في الأمر شيء. لا تفعل شيئا أبدا. ولكن أين كرام؟ أليست في المنزل؟ أليس اليوم هو دورها في أعمال المنزل؟ طبعا إنها في المنزل، حسرتي عليها. وهل تترك المنزل؟ إنها لا تخرج أبدا إلا حينما يكون دورها في رعي الأغنام. أين هي إذن؟ لماذا لا ترد عندما أنادي عليها؟ يا كرام، يا كرام! لماذا لا تكف عن كل هذا الصراخ؟ لأنني أريد كرام، ومنذ أن دخلت وأنا أنادي عليها وهي لا ترد. انظر إلى الدجاج كم هو جائع، لماذا لم تطعمه اليوم؟ كانت ستطعمه في اللحظة والتو، ولكنك حضرت وأطعمته. حتى الآن لم تخبريني أين هي. إنها نائمة. ولماذا هي نائمة؟
إنها متعبة جدا منذ أن خرجت بالأمس لرعي الأغنام. دولي يا حبيبتي. نعم يا أبي، هل تريد شيئا؟ تقول أمك بأنك متعبة من رعي الأغنام، ما الذي يؤلمك يا ترى؟ يؤلمني ظهري وتؤلمني قدماي من كثرة ما تجولت مع الأغنام بالأمس. ومع هذا فقد عادت الأغنام وهي جائعة، ثم أن النهار قد انتصف والنوم إلى هذا الوقت يزيدك تعبا. دعها ترتاح. إنها متعبة جدا. ارتاحي يا حبيبتي، ارتاحي يا حبيبتي. الحركة أفضل لها من الكسل. ثم من سيساعدك في أعمال المنزل؟ لا عليك، إنني أقوم بكل أعمال المنزل بدلا منها، بما أنها متعبة. دعها تستريح حتى تخرج غدا لرعي الأغنام وهي نشيطة. عندما قسمنا العمل بينها وبين وريقة الحنة اتفقنا على أن يكون رعي الأغنام مناوبة بينهما، بحيث تخرج واحدة منهما كل يوم إلى رعي الأغنام وتبقى الأخرى لمساعدتك في أعمال المنزل. وهذا ما يحدث بالفعل. بل الذي يحدث هو أن كرام لا تساعدك كما أرى في أعمال المنزل، وحتى في رعي الأغنام فإنها لا تجيد هذا جيدا، والدليل أن الأغنام تعود وهي جائعة دائما. وماذا أفعل يا أبي؟ أنا أقودها دائما إلى المرعى وأبقى معها، ولكنها لا تأكل شيئا. لا تغضب يا فتاتي، لا تغضب يا عزيزاتي. لماذا أنت متحامل عليها هكذا؟ هل سبق وأن ماتت لك غنمة من الجوع؟ لا، ولكن هذا ما سيحدث إذا لم تحصل الأغنام على العشب الكافي. إذا انتظر حتى تعود وريقة الحناء اليوم من الرعي لنرى كيف سيكون حال الأغنام. إن الأغنام ترعى وحدها وتنتقل من مكان إلى آخر دون أن تبتعد كثيرا. إنني أستطيع أن أراها وأنا جالسة، بل وأستطيع أن أعدها من هنا من مكاني هذا. ألم أقل لك اتركي الأمر لي؟ إن هذا يبدو لي وكأنه سحر مدهش. ارعي وقربي، ارعي وقربي، وكل شيء يصبح كما أحب. أنا شاكرة لك يا جدة. دعيني أرتب لك شعرك، فأنت طيبة أيتها الجدة، وتذكرينني بأمي كثيرا. لقد كانت طيبة. ولكنك قلت لي منذ قليل إن أمك ماتت وأنت صغيرة، فكيف ما زلت تذكرينها؟ لا أحد يا جدة ينسى أمه أبدا، لأنني وإن كنت صغيرة عندما ماتت أمي إلا أنني أذكر وبوضوح كيف كانت تعاملني بحنان، قبلاتها الرقيقة على وجهي كل مساء قبل أن أنام، وعندما أفتح عيني في الصباح يكون وجهها وقبلاتها هي أول ما أقابلها. لم تخبريني كثيرا عن زوجة أبيك، ألا تعاملك بلطف كما تعامل ابنتها كرام؟ عندما تزوجها أبي وجاءت إلى المنزل مع ابنتها كرام ظننت أن الأمور ستصبح بالنسبة لي أفضل من السابق، عندما كنت وحيدة بعد وفاة أمي. ألم يختلف الأمر أبدا؟ أعني هل استمرت وحدتك وحرمانك؟ كنت أعتقد أنني وجدت أما جديدة، وأنها ستعوضني الحنان الذي فقدته بموت أمي، كما ظننت أنني قد حصلت على أخت أقضي معها وقتا جميلا، ولكن كل شيء كان مختلفا عما تمنيته. أليست كرام في مثل سنك؟ نعم، وكانت هي الأخرى قد فقدت أباها بعد أن توفى، وكان من المفروض أن نعيش جميعا كعائلة سعيدة، ولكن ماذا؟ ولكن زوجة أبي أرادت لابنتها أن تحصل على أب يعوضها حنان الأب، ولم تشأ هي أن تعوضني حنان أمي، ولولا أن أبي يحرص دائما على أن يعدل بيني وبين كرام لكانت حياتي جحيما لا يطاق،
ومع هذا فإن زوجة أبي لا تترك لي فرصة تمر دون أن تنغص علي عيشي. إذن زوجة أبيك تسيء معاملتك كثيرا. إنها تعاملني بمنتهى العدل أمام أبي، ولكنها سرعان ما تسيء معاملتي وتنقلب عندما يغيب أبي، وتكل لي الشتائم بمناسبة وبدون مناسبة. ولماذا لا تخبرين أباك بهذا؟ لعله يجد حلا لكل هذا. لا يا جدة، لا أريد أن أسبب له المتاعب، خاصة وأنا أراه يتعب كثيرا في عمله ليؤمن لنا ما نحتاجه دائما. إننا يا جدة نعيش عيشة بسيطة وعلى قدر بسيط من البحبوحة أحيانا. حقا أنت فتاة لطيفة يا وريقة الحناء. زادك الله عقلا فوق عقلك يا ابنتي. إنك تؤلمينني يا أمي. لن أتركك يا حبيبتي قبل أن أرتب لك شعرك. إلى متى تتركين شعرك هكذا بدون ترتيب كالصغار؟ إن ترتيب الشعر يؤلمني، وأنا لا أحب أن ترتبي شعري أبدا بهذه الطريقة. لأنك لا تمشطينه أبدا. انظري إلى وريقة الحناء، كيف أن شعرها دائما مرتبا ونظيفا. ألا تريدين أن تكوني مثلها؟ وريقة الحناء فعلا إنها ترتب شعرها دائما، ولكنها لا تتألم عندما ترتب شعرها. هذا لأنها تنشطه كل صباح ومساء. ثم انظري إلى ثيابها، إنها دائما نظيفة ومرتبة. لماذا لا تكونين مثلها؟ ألا تحبين أن يعجب بك الناس؟ بل أحب يا أمي، أحب. قد انتهيت من ترتيب شعرك. والآن خذي هذا الثوب الجميل، ارتديه الآن. ولكن هل نذهب إلى أي مكان؟ لا، لن نذهب إلى أي مكان. ولماذا تسألين؟ ولماذا إذا أغير ملابسي وأرتدي غيرها؟ هل لابد أن نكون سنذهب إلى أي مكان حتى ترتدي ملابس جديدة ونظيفة؟ ألم ترى كيف أن ملابسك متسخة؟ إنها الملابس التي كنت أرتديها بالأمس أثناء رعي الأغنام. أعرف هذا، وقد نبهت عليك 1000 مرة أن تخصصي ملابس لرعي الأغنام. ولكن وريقة الحناء لا تغير ثيابها، لأن وريقة الحناء ليس لديها ملابس أخرى، أما أنت فعندك الكثير من الثياب. ثم إن وريقة الحناء دائما تنظف ملابسها. هيا ارتدي هذا الثوب النظيف قبل أن تأتي وريقة الحناء، وأنا سأرتب المنزل قبل أن يأتي أبوك. هيا. وأين ذهب أبي؟ ذهب لزيارة الجيران. هيا اسرعي ولا تضيعي الوقت. يجب أن أسرع بتبديل ملابسي قبل أن يعود أبي وقبل أن تعود وريقة الحناء، لأنني أريد أن أكون جميلة ونظيفة عندما تعود. سأكون جميلة، سأرتب شعري، سأكون جميلة هكذا. حان موعد عودتي إلى المنزل. لقد انقضى الوقت بسرعة. لقد أطالت قصتك هذه مشاعري. ليتني ألقاك دائما. أكون سعيدة دائما بلقياك يا جدة. أرجو أن تكون الأغنام قد شبعت كما يجب، لأنني لا أريد أن أعود وهي جائعة. قلت لك لا تهتمي بالأغنام، فهي ترعى جيدا كما ترين بنفسك. إنها تبدو وكأنها لا تريد أن تذهب، وكل هذا بفضل ما علمتيني إياه. أنا شاكرة لك يا جدة. ألن أراك غدا؟ لا أظن ذلك، فغدا هو دور كيران في رعي الأغنام. إذن اسمعيني يا ابنتي، وانتبهي جيدا لما سأقوله لك الآن. لقد رق قلبي كثيرا لقصتك مع زوجة أبيك ومع ابنتها كرام، ولهذا أريدك أن تنفذي ما أقوله لك حرفيا ودون أي خطأ. وما هو هذا الشيء الذي ستخبرينني به؟ اجمعي الأغنام ثم تعالي إلي وسأخبرك بكل شيء. سأجمعها،
لقد امتلأت بطونها، وهذا أمر سيعجب أبي كثيرا. هل يعجبك ثوبي يا أبي؟ نعم، على الأقل يبدو أنظف من الذي كنت ترتدينه في الصباح. وهل يعجبك ترتيب شعري أيضا؟ نعم، ليتك تبقين دائما هكذا نظيفة ومرتبة. سأبقى يا أبي، سأبقى. اذهبي الآن وادخلي الدجاج وأحكمي إغلاق الباب حتى لا تخرجي وحيدا. سأفعل، فأنا أحب الدجاج كثيرا، ولكن حذار يا كرام أن يتسخ ثوبك، وإلا سأغضب منك وأخاصمك ولن أحدثك أبدا. سأكون حذرة يا أمي، سأكون حذرة. لقد تأخرت هريقة الحناء. اسمعي يا هريقة الحناء لما سأقوله لك الآن، وافهميه واحفظيه جيدا ولا تخبري أحدا به. وإذا نفذت ما أقوله لك فإن كثيرا من متاعبك ستنتهي تماما. سأفعل كل ما تشيرين به علي يا جدة، فأنت طيبة وتريدين الخير لي. هل تعدينني بأن تنفذي كل ما أقوله لك الآن حرفيا ودون خطأ؟ أعدك بذلك يا جدة. وهل تعدينني أيضا بأن لا تخبري أحدا بما سأقوله لك الآن؟ أعدك يا جدة، وكل آذان صاغية لك. بعد أن تذهبي من هنا اسلكي الطريق التي تمتد أمامنا، وستجدين في طريقك 3 برك مملوءة بالماء. انتبهي لها جيدا لأنك ستغسلين قدميك ويديك في واحدة منها. ولكني اعتدت أن أغسل يدي وقدمي في المنزل. انتبهي لما سأقوله لك جيدا. في البركة الأولى ستبدو لك مياهها رائقة وصافية، وستحدثك نفسك في الاستحمام بها، فلا تفعلي. البركة الأولى لا أستحم فيها؟ لا. وفي البركة الثانية ستجدين الماء صافيا، وستبدو صورتك في مياه البركة الثانية بحيث يغريك المنظر بأن تستحمي، فلا تفعلي. إياك أن تستحمي فيها أبدا. لن أستحم فيها، سأتذكر ذلك جيدا. أما في البركة الثالثة والأخيرة ستجدين الماء راكدا ويبدو قذرا وليس لامعا وصافيا كالبركتين الأوليين، وستجدين نفسك وقد نفرت من منظر الماء، فلا تهتمي واستحمي فيها. ولماذا أترك الماء الصافي في البركتين وأستحم في الماء القذر الراكد؟ لقد توعدتني يا هريقة الحناء بأن تطيعي أوامري، فإياك أن تخالفي شيئا مما قلته لك الآن. هل فهمت؟ نعم لقد فهمت. لن أستحم إلا في البركة الثالثة التي لا يمنع ماؤها. ولكن لماذا أفعل ذلك؟ ألا تخبرينني يا جدة؟ إذا نفذت ما أقوله لك فإن هذا سيجلب لك الحظ والثروة. أراك غير مصدقة. لا يا جدة، بل أصدقك ولا أكذبك أبدا، ولكنني مندهشة قليلا. في كل مرة ترفعين فيها الماء من البركة إلى وجهك تخرج مع الماء الجواهر والفضة، وكلما غمرت قدميك في الماء خرجت قدماك وهما محملتان بالخلاخيل الفضية، وستعودين إلى المنزل وأنت محملة بالثروة. أنا متأكدة من أنك جادة فيما تقولين، وهذا يؤكد طيبتك يا جدة. ولكن احذري يا هريقة الحناء أن تخطئي أو أن تخبري أحدا عني. لن أنسى يا جدة. زادك الله عقلا فوق عقلك يا ابنتي، فأنت تستحقين الخير. سأسافر بعد يومين في عمل ضروري. وهل ستغيب طويلا؟ قد أغيب 4 أيام. انتبهي للبنتين في غيابي، لا أريد أن أسافر مشغول البال. لا عليك،
سافر وأنت مطمئن. وهل هذه أول مرة تسافر فيها وتتركنا وحدنا؟ لقد تعودت أن أدير شؤون البيت في غيابك. لقد تأخرت وريقة الحناء وبالي مشغول عليها جدا. لم يسبق لها أن تأخرت إلى مثل هذا الوقت. سأحضر أنا الطعام ولا تنشغل أنت، لعلها في الطريق الآن. هيا بنا يا كرام لنحضر الطعام. هيا تعال هنا. حظك من السماء، سيسافر أبوك، وهذا يعني أنك سترتاحين من العمل لبضعة أيام. استعدي يا وريقة الحناء، فعندي لك عمل كثير وثقيل لبضعة أيام. أكرم أنا قادمة يا أبي. اذهبي إليه وانظري ماذا يريد. خذي هذا الطبق معك وسأحضر أنا بقية الأطباق. اذهبي يا كرام إلى باب الدار وانظروا إن كانت وريقة الحناء قد حضرت. ليس من عادتها أن تتأخر هكذا. سأفعل يا أبي، سأفعل. يا أبي وريقة الحناء، أسرع إليها. ما لها وريقة الحناء؟ أجيبي. لا أعرف. تعالي هنا، اجلسي. قولي لي ما لها وريقة الحناء؟ إنها قادمة وحدها وقد أضاعت الأغنام، ومنظرها غريب جدا كأنها ليست هي، وهي تصرخ من بعيد. تصرخ؟